قال ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة. قوله رحمه الله من شرح الله صدره للإسلام، هذا فيه أن الإسلام منة الله سبحانه وتعالى على من يشاء، وهو جل وعلا الذي يشرح صدر من شاء للإسلام. ومن الناس من يعرف الإسلام ويعرف أنه حق ويعرف أنه صدق، ولكنه لا يفوز بهذا الشرح، شرح الصدر، فلا يقبل ولا يقبل. وقد مر معنا قول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو على معرفة وعلى علم بأنه دين حق وصدق منزل من رب العالمين، لكن لم يشرح صدر الإسلام. ولما مات وحزن النبي عليه الصلاة والسلام على موته أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية منة الله سبحانه وتعالى. قال: ودخل في الإسلام من شرح الله صدره للإسلام على نور وبصيرة ومعاينة. فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة. فأخذهم سفهاء مكة بالأذى والعقوبة، تسلطوا على من بلغهم إسلامه بالأذى. وكان الإسلام خفية، ومن يسلم لا يعلن إسلامه. من يسلم في ذلك الوقت لا يعلن إسلامه، وإنما يسلمون خفية. وإذا أرادوا تعلم شيء أو سماع شيء من وحي الله سبحانه وتعالى يتسللون إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسللا، بحيث لا يراهم أحد ولا يشعر بدخولهم أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كفار قريش من يعلمون عنه أنه أسلم يأخذونه ويعذبونه أشد العذاب صدا له عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: وصان الله رسوله صلى الله عليه وسلم وحماه بعمه أبي طالب. وحماه بعمه أبي طالب لأن عمه نصره وآزره مع بقائه على الكفر واستمراره على الشرك إلى أن مات، إلا أنه نصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر اللحظات. ووعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبقى ناصرا له إلى أن يوسد دفينا في القبر. وعده بذلك والتزم بوعده في مناصرته للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير: وحماه أي الله بعمه أبي طالب، لأنه كان أي عمه شريفا مطاعا فيهم نبيلا بينهم، لا يتجاسرون على مفاجأته في شيء. لا يتجاسرون على مفاجأته بشيء في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعلمون من محبته له. قال ابن كثير: وكان من حكمة الله بقاؤه أي أبو طالب على دينهم لما في ذلك من المصلحة، لما في ذلك من المصلحة. ولو كان أسلم لذهبت الهيبة، لو أسلم ذهبت الهيبة وذهبت المكانة التي له في النفوس، ولعد من جملة من يسمونهم بالصابئة. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن بقي على غير الإسلام. يقول ابن كثير في البداية: لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ولا اجترأوا عليه. لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن بقي على غير الإسلام، ولله سبحانه وتعالى في خلقه الحكمة البالغة. قال: هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، لا يصده عن ذلك صاد ولا يرده عنه راد،
ولا يأخذه في الله لومة لائم، مع ما ناله عليه الصلاة والسلام من أذى واستهزاء واعتداء من المشركين، فلم يبالي بذلك، لم يصده عن الدعوة لدين الله صاد، ولم يرده راد، ولم تأخذه في ذلك لومة لائم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.